الحياة غريبة. تدري الحين البزنس اللي في الجزائر وشو؟ صاروا يبيعون الإحرامات. تبغى تاخذ عمرة في وهران. لا واحد جزائري تدري وش قال؟ نصب على وحدة روسية دخلها الإسلام. إيه؟ سوالها مثل ذاك المصري في فيلم عادل إمام، ينصب عليها، عطى فلوس حق الإمام وينصب عليها فلوس الصلوات ومي الوضوء، يقول لازم توضين أول مرة لازم نروح جيجل في جبل مناك يطلع مي، هذا المي هني كان سيدنا عيسى والرسول صلى الله عليه وسلم، ولازم تتوضين أول وضوء في الجبل الموجود في جيجل، ولازم تدفع له الفلوس وروح لجيجل ويجيب لها المية هذه وخلها تتوضأ، دفعها الفلوس. كانت هي لو كانت مسلمة كانت أكفرت. هو ده يدخل الإسلام ويجيب لها المي من جيجل. ايش فاكر هذول؟ الله العظيم. شفت المستوى المنحط اللي كان قبل، كان الانسان اللي كان قبل وياي قبل شوي. جماعه الخير اذا حد طالب قسط راني ما بشوف شيء، ما تشوف الاسماء، تشوف بس الاعلام. انا اشوف علم جزائري هني، علم سعودي، الاسماء ما تشوف، لان السوق ترى سرعه السياره 120 كم في الساعه وما ادري 160. شيخ البدو طالب قسط يا ابو علي. يطلعونا يا المشرفين. طلعوا شيخ صلاح الدين. صلاح الدين. السلام عليكم. حمد. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. تفضل يا صلاح الدين. اسمع يا جاسم، والله أنا شوف كلمتك قبل قليل بس طلعت نذل وابن حرام. يعني أنا جيتك بطريقة محترمة. صلاح الدين نناقش فيك. أنا نتحداك إن الجزائري ما يسب نهائيا. اسكت يا أخي، اسكت يا أخي. أنا أول من بدأ معاه قبل ما يسب ويقذف الأعراض. خليني يا أخي، خليني. مستحيل. أنا نحكي على نفسي. اسمع خليني أتحدث مع جاسم يا أخي. مستحيل. أنا بديت مع جاسم ونحاور فيك والله بعفوية. أنا أقول لك أنت بس أنت لما تحدث عن الجماجم يا المروكي، أنا بسألك روح شوف جماجم أجدادك اللي بنوا بها الكنيسة، اللي بنوا بها الكنيسة في البرتغال. واسمعني، الكنيسة اللي في البرتغال مبنية بجماجم المغاربة. عطني روح شوف اجدادك بانيين بهم حيوط الكنيسة. عدد الشهداء تحداك. الحين اللي يكلمك سعودي، ما دخل المغرب في الموضوع. هم عندهم المغرب العقدة. الحين اللي يكلم سعودي هو شاف علم المغرب قالت خلاص يا مروكي روح شوف، يضحكون عليهم يقول لهم حتى المغاربة عندهم جماجم بالبرتغال روحوا خلاص. انت وين متى استعمرت البرتغال المغرب 130 سنة؟ انت مصدقهم يا اخي؟ تمام، فرضا هم لازم يكونون، يا لازم نكون مثل المغرب او المغرب يكون مثلنا، يا ما راح نتقدم. اذا يوم يسوون شيء يقولون انتم مفقرين، يقولون روحوا شوفوا المغرب، حتى المغرب مفقر. انتم عندكم ازمه مياه، يجيبوا لهم فيديوهات من المغرب عندهم ازمه مياه. انتم طفرانين، يجيبوا لهم فيديوهات من المغرب يقول لهم حتى المغرب مطفر، لازم تتموا مطفرين. يجيبوا لهم مشاكل في النقل، يجيبوا لهم فيديوهات من المغرب يقول شوفوا المغرب، يعني لازم تسكتوا عشان شي بندوا عليهم الحدود، عشان اذا المغرب تقدم ما يشوفون شيء، ما تشوفون. جاسم اعطيك خبر حصري للكراغله كلهم، خبر حصري. وشو؟ هل تعلم اخي الكرغولي انه الرجل المغربي؟ لا تقول لهم كرغولي، لا تقول كرغولي. معليش اسف. قول جزائري. اسف يا جدهم، اسف. جدك والله يا جدك ونسقسيك برك. هل تعلم ايها الكرغولي انه الرجل المغربي يصبح الصباح ويطلع يمكن 10 اترو حليب للمشاش يفرقهم في الزنقه، وانت تشد عليه الطابور من 6 الصباح؟ يا مسكين. الحين خلي الرجل المغربي الحين تمام. المغرب انا رحت وصورت السوبر ماركيات لايف وشفت كل شيء متوفر من الاساسيات. اذا عندك فلوس اشتري على قد ما تبغي. بس السؤال، البنيه المسكينه هذه اللي في الصوره معذبينها هذه هي ارعبيهم يا ابنه الجزائر، اطحنيهم يا ابنه الجزائر، عذبيهم يا ابنه الجزائر. الحين تضحكون على منو؟ تضحكون على منو انت لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابنة الجزائر ارعبيهم امحقيهم اسحقيهم. محمد وين راحت؟ معك
السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. الأخ من الإمارات. لا، فلسطيني. فلسطيني من ترك عامل على من الإمارات. لأني عايش في الإمارات حاليا. عايش في الإمارات، فلسطيني وعايش في الإمارات. إيه. الموضوع وشنو هو الموضوع من فضلك؟ الموضوع ما هو موضوع البث؟ موضوع البث هو خرافات الإعلام الجزائري وغسل دماغ الشعب. مثل هذه الخرافات، مثل هذه البنية اللي في الصورة، يعني ذا وشو ذا البنية مع العسكري، ذا وشو ذا، هذا شو هذا أنا أشوف في بنت الجزائر. ايوه. عسكرية ومن حقها ان تدافع على بلادها. كيف تدافع عليها؟ يجيب قضيب مش مثل احنا مضبطحين وما خلاص ما ودي المقارنات. على المرأة احنا ضعيفين وحنا اخر شيء. تمام، خليك في الجزائر الحين. تمام، انا سؤالي يعني المرأة الجزائر تاج راسك يا اخي. تمام، تاج راسك، بس خلينا نتكلم الحين. الجزائر تاج راسك الجزائر. لازم تتوظف باش تتكلم عن الجزائر. صحيح، خلينا ثواني، خلينا نتوظف ثواني. انت لست فلسطيني، انت اماراتي ولا مروكي عايش في الامارات. مروكي تشحت في الامارات. انت مروكي تشحت في الامارات. تمام ثواني. الحين ودك تتكلم في الموضوع. انت مروكي تشحت في. هل تدري بان المروك استعمرتها البرتغال لمده 130 سنه؟ انت لا تدري بهذا التاريخ. هل تعلم انك شام بنزين وسالتني عن الموضوع وعطيتك الموضوع وظليت تتكلم لحالك وتنجز يعني مكانك. هذه فتاه، هذه تاج راسك. خلينا نجاوب. تمام، تاج راسك. بس سؤالي واضح. سؤالي واضح. هل الحين هذه البنت الجزائريه طول الله بعمرها جاها العسكري من وراء وحط قضيب حديد وهي شالته، يعني هل هذا يعني اسمه تمارين؟ هذا اسمه تمارين. تمارين مش مثلكم انتم عندكم قواعد امريكيه. خلينا حنا انا الجزائر ندافع عليها جزائريه، ماهوش امريكي ولا صهيوني. تمام، صحيح. تمام، انتم عندكم قواعد امريكيه خايفين من ايران. يا خرا خليني اتكلم يا خرا، خليني اتكلم يا اخي، خليني اتكلم. ايش فيك تنقز؟ ايش فيك خايف من مكان لمكان؟ امريكا وايران والماروك والبرتغال ورحت من مكان لمكان. خليك شوي، هدي على الراحات. ايش المغرب من صناعة الجزائر؟ الجزائر ما صنعت نفسها. اول امس صنعت انك فرنسا. جاء العثماني سوالك ثقبة من وراء. جاء الفرنسي جرب عليك الكيماوي، اخذ 500,000 جمجمه وداها المتحف. 10 منك مليون موجوده في فرنسا. عايش على الطوابير، عايش على الزطله، تحشش ومدوخ. راتبك دخل الفردي 150 يورو. الفرنسي سوا فيك العمايل 130 سنه. لو عندك جيش وكنت تقاوم ما كان تم اطول استعمار في العالم. تتكلم لي الجزائر صنعت المغرب وايران والامريكا. ايش عندك بوي انت؟ الناس تصنع سلاح، تدري سلاح بوم طياره بدون طيار تخلصك انتم مليون جزائري اللي معاك مثلا. وش جاب استعراض عسكري؟ ابوي رصاصه ب5 يورو تطيح البنت واللي وراها ب10. تتكلم عن منو انت؟ الناس تتسلح وتتقدم وتتطور. هذا الجزائري يدافعون عليه. منو تدافع؟ منو عدوك انت؟ منو يدريفك؟ منو ياخذ انك خط؟ انت مجرد ارض مثل ما سوت فيكم فرنسا، تيجي تستغل القاعده وتضرب النيجر والمالي بس. ما عندك شيء. الكلام المبعر ولا ايش؟ هل تدري ان التاريخ، وهل تدري ان التاريخ طز فيكم في التاريخ؟ ماذا فادك التاريخ؟ ما هو حاضرك. لا توك جالس تصنع في التاريخ. ما شفت الدكتور صنايبي، تراني ما اقدر اشوف لانه وايد قستات عندي. تاريخ، ماذا فادك التاريخ؟ وش عندك؟ ماذا قدمت؟ تاريخك يستحي الانسان يتكلم عن التاريخ، يستحي. سووا فيكم الاسبان العجائب. جاء العثماني سوى لكم ثقبه، جاء الفرنسي سوى فيكم ثقبتين. جربوا عليكم الكيماوي، طلعوا منكم الحركيين. جاكم الجيش الفرنسي ب8,000، طلع ب1,500,000. ما ادري كيف تكاثروا.
تروحون مهاجرين لفرنسا في بلد اللي استعمر جدكم وتتكلمون عن التحرير. انت تستحي، لازم كجزائري تستحي على نفسك، تستحي يوم تتكلم عن لا انت كاماراتي، انت فلسطيني، انت ماروكي، انت ما ادري ايش، تتخبط من يمين يسار، مو بعارف تتناقش حتى الموضوع. هذه بنيه، هذه عسكريه، ومو عندكم النساء ما يسوقون سيارات. وش جاب شيء لشيء؟ ندخل وياك في تفاصيل. المفروض هذا الرجل ما يقرب من المرأة، من الحرمة. هذه مثلا حرمة بنت، مفروض ما يقرب ناحيتها حتى استعراض. اذا انتم دولة اسلامية خلت تغطي شعره وتجلس علينا مثلا، ولا نجيك من الناحية اسلامية بعد؟ كلنا عنا ثقبة، انتظر شوي. لعن الله ابليسكم انتم اللي يضحك عليكم. جايب لي بنت اسنان حليب، حطي وراها عسكري بسلك، ارعبيهم، ارعبيهم، طرطقيهم، اضغطيهم يا ابنة الجزائر، انت امل الامة. ابوي الناس جالسة ورا الكمبيوتر، جالسة ورا الشاشة، تقدر تمحيك في دقيقتين. ناس عنده معدات، الناس طورت عنده اجهزة ما ادري وين وصلت. بنت الجزائر يعني انت الحين نينجا هي، يوم يجيك يوم تصير حرب بينك وبين مثلا موريتانيا لا قدر الله، تقول لهم تعالوا معركة 1-1، شيلوا الأسلحة. إذا أنت رجال معركة 1-1، عندي بنت الجزائر، ارعبيهم، طردقيهم، تعالي، بوم 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 بوكسات. بس هذه الحرب عندكم؟ وين يا جماعة الخير؟ اصحوا على أنفسكم. القوة، الاقتصاد، الحرب هي يوم تزعل اقطع الغاز مثل ما سوت روسيا على اوروبا. القوة صنع سيارات، صنع مواد، صنع جوالات، صنع مكرونة بعد، حليب، ابسط شيء، ما بالاستعراض. عليهم ابنة الجزائر، تستهبلون علينا. انت تستهبل على منو انت؟ ودك تناقش الموضوع، اختار طريقتين، يا طريقة الاحترام، يا كل ما تكلمت فيني، كل ما تكلمت بنزل فيك طول عرض. اذا تكلم باحترام بكلمك باحترام. يا ودي اسمع. السلام عليكم. يا ابوي جانا ثاني بعد. عليكم السلام. اول شيء الانسان يوم يقول السلام لازم ما يكون وراها سب. ادخل في الموضوع برك، ادخل في الموضوع. هذا الصورة يعني اللي هنا الفتاة هذه جزائرية. روح هنيك امك، شوف هنيك تشوني يماك، وروح هنيك امك يا ولد. اصبر ما تسبوش. يا مروكي، يا الطحال، يا النقش، يا الزامل، يا ولد الاحبه، يماك الاحبه جابتك من اللور، انت خراتك يماك، ما جابتك من السوق. صورة دير الملك محمد السادس هذه الصورة تحكون يماك. بوزعيطر ينيك فيه، فهمت؟ ينيك محمد السادس والله ريال يا ولد. بوزعيطر ينيك في محمد السادس، هذاك في كورو. ينيك السوا تاع عمك، يا النقش. الناس هذا طيحوا لهم، هذو يا جزائريين طلعوا مع ولاد القحابه هذوما، طيحوا لهم برك. هذا ما كان مع البتالون قاس محتاقه. اصبر اخا، ما تبدوا ولاد القحاب هذو حاجه كنا ناكلهم، هم يخصونا قرارتنا. يجينيكم ماما طنجاويه وباه السعودي. لا ما يعرفش بابا، والله ما يعرف. سوا تاع عماتكم القحاب هذا على الزبي الملك زيد النقش. نيك محمد عندهم مالك نقش ومنقوشه تحت يمك معايا. ثاني في قبره يا ولاد القحاب. يهدر زعما بالماء، يهدر في ايش فيهم هذول يا جماعه؟ نيك محمد السادس. رقية نيك الحسن الثاني في قبره. نيك السوا تاع عمك. نيك الحسن الثاني في قبره. ترقى شويه، يمكن يطلع منك الجني المغربي او شيء. ونيك امك بس عندكم انتم تاع عمك نيك محمد السادس. ليش انتم تنيكون امهاتكم في الجزائر ولا كيف؟ يعني الحين هل تنيكون امهاتكم؟ عندكم ثقافه ولا كيف؟ وش ثقافه نيك امها؟ وش الثقافه النجسه عندكم؟ استغفر الله العظيم.
ليش الحين الحين بالله عليك انت تتكلم الحين عن ملك رحم الله الملك ذا، نيك ذا ونيك فلان ونيك فلان. انت ما في حسابك حتى ريالين، ما عندك ولا قرش ولا درهم، تتكلم على ملك. تمام؟ تتكلم على ملك راس ماله ما ادري كم، بس كلمة ملك تكفي. انت مطفر طفران حزقان مال من الحياة، تعرف بس السب والقذف، تتكلم على ملك. حتى لو كان ملك الشياطين بحترمه لانه ملك الروم، بحترمه لانه ملك. تعرفوا شيء ملك؟ تعرفوا شيء حاكم بلد ملك؟ وحتى رئيس عنده جنسية فرنسية ملك من سلالة ملوك. مثلا احنا نعرف محمد بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان، ما نعرف احنا ابو كلبه وابو ثقبه وابو بغله وابو سهاله وابو سجاده. فمن كيف؟ فهمت القصد؟ عيب ان انت تستحي كانسان مطفر متفقر مال من الحياه نايكتنك الحياه، تطلع تتكلم على ملك. تتكلم على جاسم اوكي، يكلمك واحد من الشرق الاوسط وانت تسب المغاربه في شمال افريقيا، ما هذا ضعف. انت تشوف المغرب يعني كخطر، يعني كل ما تنام تصحى خلينا نسب المغرب. وش جاب المغرب للموضوع؟ وجاب العسكريه هذه للمغرب؟ سبحان الله، العقده المغربيه. ها تعال جالنا رئيس اللي طلع لكم ابو ثقبه، الدكتور ابو صنيبي. صنيبي تفضل، السلام عليكم. الحين يجيب لكم موضوع ثاني. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم لا يصيروا ثقبتين بعد. عليكم السلام يا أخي. الحمد لله بخير، الله يسلمك. الحمد لله دكتور، الله يسلمك. شو اخبارك؟ ساك طيب؟ الله يطول لي عمرك. ودك تسمع الجديد؟ اعطينا الجديد يا اخي. طلعت واحدة جزائرية وقالت لي روح اعطي يا ابو ثقبة. والله العظيم والله العظيم في التعليقات يقولون لك انه قالت لي يا ابو ثقبة. قال له شوف، قال له يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت الينا ونحفظ ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير على هامان يا فرعون. قالت لي ابو ثقبة وانا استحيت، والله استحيت. قالت لي ابو ثقبة. والله العظيم. بعد شوي يطلع واحد ثاني يقول لي انت كرغولي. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. البارح انا درت واحد اللايف مدة ما درت لايف. تصور فوق متى بدأ التبليغات على اللايف، متى بدأت التبليغات على اللايف عندي في الامس. تدري متى اخي جاسم؟ متى؟ جبنا شيخ مغربي مقيم في الامارات، احد ائمه المساجد في الامارات. ما شاء الله الائمه ما شاء الله الائمه موجودين. اذا في الشارجه موجودين وايد الائمه في راس الشارجه وراس الخيمه. بدأ يقرأ آيات بينات من الذكر الحكيم، بدأ عليه التبليغات. وتدري وش يطلع لك في التبليغات؟ هو يتكلم، هو يقرأ قرآن والذكر الحكيم، في التبليغات تطلع لك التحرش. أشوف تصور أنت تقول لبيك الله ثم لبيك، هو يقول لك نيك أمك. والله العظيم. اسمع دكتور، في يوم العيد انا فتحت بث مسوي تكبيرات الاحرام، تبليغات شو جاني؟ التنمر والتحرش. التنمر والتحرش. يقول لك الجماعه منتهيين، الجماعه صدق منتهيين. واحد طلع لي قبل شوي يقول لي احنا عندنا مترو وانتم ما عندكم. احنا عندنا قطار الانفاق والامارات ما عندها قطار الانفاق. يلا شوف الحين كيف يقنعونه. انا ودي كيف يقنعونهم. هذا السؤال، كيف يتم برمجة الشعب الجزائري انه افضل من الدول الثانية؟ كيف يتم اقناعه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كيف يتم اقناعه؟ شوف كيف يقنعونهم. يستغلون قضية الشهداء قبل